أنا جيت أعمل الحلقة دي بس نسيت أنا كنت هتكلم عن إيه. لا بجد، فتحت اللابتوب عشان أكتب الحلقة، لقيت إشعار واتساب. فتحت الواتساب، واحدة بعتلي فيديو بنت بتحاول تعمل دايت وبعدين مستخبية بتاكل نوتيلا بالليل. طبعا ضحكت. بعدها دخلت أشوف التعليقات. بعدها فتحت الانستجرام. بعدها افتكرت إني كنت داخلة أدور على وصفة كيكة الحليب الساخن. بعدها فتحت التلاجة، مع إن مفيش أي علاقة ما بين كيكة الحليب الساخن والجبنة القديمة اللي في العلبة ديت. بس فجأة لقيت نفسي واقفة في المطبخ ومش فاكرة أنا جيت هنا ليه. لو ده حصل معاك أحب أقولك إنك طبيعي جدا، أو على الأقل طبيعي في سنة 2026. زمان واحنا صغيرين كان عندنا رفاهية غريبة جدا، إننا نقعد نبص في السقف ساعة كاملة ولا نحس بأي حاجة، أو نقعد في البلكونة في المصيف نسمع أغاني عمرو دياب جاية من عربية بعيدة ونفضل سرحانين. كنت ممكن تستنى برنامج الكرتون أسبوع كامل، والله أسبوع كامل. دلوقتي لو فيديو يوتيوب حمل في 5 ثواني بنحس إن الإنترنت داخل في أزمة عالمية. زمان كنت تستنى فيلم يوم الجمعة، وتستنى الحلقة الجديدة، وتستنى صاحبك ينزل من البيت، وتستنى باباك يرجع من الشغل عشان نتغدى. الحياة كلها كانت عبارة عن انتظار، والانتظار كان بيدرب المخ على الصبر والتركيز. طيب فاكرين التلفزيون أبو بطن ده لما القناة التانية تخلص إرسال الساعة 12 خلاص الدولة نفسها كانت بتقولك كفاية عليك كده، روح نام. مفيش اقتراحات، مفيش فيديو بعد الفيديو، مفيش يمكن يعجبك ده. التلفزيون كان عنده حدود. أما دلوقتي اليوتيوب شايف إنك ممكن تفضل تتفرج لحد سنة 2048. ولا فاكرين صوت الانترنت الدايل اب، الصوت اللي كان يخليك تحس انك داخل تحاول تخترق وكالة ناسا، وكان لازم محدش يرفع سماعة التليفون عشان الانترنت ما يفصلش. ولما كنا نستنى الأغنية تتحمل في 2 ساعتين، وفي الآخر نكتشف ان الملف كان فيروس أو أغنية شعبية مش الأغنية اللي انت كنت عايزها أصلا. وفاكرين الMSN والياهو ماسنجر لما كنا نكتب بي رايت باك ونحس ان احنا كبرنا وبقينا أمريكان خلاص، والديسبلاي بيكتشر اللي نقعد نغيرها كل 2 ساعتين، ولا الستيتس بتاع مشغول محدش يكلمني واحنا قاعدين مستنيين حد اصلا يدخل اونلاين. طب ايه اللي حصل؟ العلماء لقوا حاجة غريبة، المخ البشري بيحب المفاجآت. كل مرة بيحصل شيء جديد المخ بيفرز مادة اسمها الدوبامين، ودي نفس المادة المرتبطة بالمكافآت. زمان المفاجآت كانت قليلة، تلاقي فلوس في جيب الجاكيتة، حد يزوركم فجأة، تنجح في امتحان، أهلك يوافقوا تنزل المصيف مع أصحابك. دلوقتي كل 10 ثواني عندك مفاجأة جديدة، فيديو جديد، إشعار جديد، لايك جديد، رسالة جديدة، خبر جديد، فضيحة جديدة وترند جديد، قطة جديدة. أنا مقتنعة إن الإنسان القديم لو شاف تيك توك هيموت، مش من الصدمة، من الإرهاق. الراجل كان بيجري ورا غزالة 3 ساعات، إحنا بنجري ورا 300 فيديو في 3 دقايق. السوشيال ميديا حرب مش تطبيق. في حاجة مهمة لازم تعرفها، أنت مش العميل، أنت المنتج. الشركات الكبيرة مش بتبيع لك التطبيق، هي بتبيع انتباهك للمعلنين. كل دقيقة زيادة على التطبيق بتساوي فلوس. تخيل واحد داخل مطعم، صاحب المطعم بيقول له أنا مش عايز منك فلوس، أنا عايزك بس تقعد، بس اقعد وخلاص. كل دقيقة هتقعدها أنا هاخد فلوس. ده بالظبط اللي بيحصل. طيب ليه الفيديوهات بقت أسرع؟ شوف أفلام زمان، المشهد ممكن يقعد دقيقة كاملة، حد ماشي، حد بيفكر، حد بيبص من الشباك. دلوقتي لو أول 3 ثواني مش انفجار أو مصيبة أو نمر بيطير مثلا، الناس بتقلب. فاكر لما كنا بنركب العربية في السفر ونبص من الشباك؟ ونبص بس، نبص على الزرع، على العربيات، على الناس، ونسرح. دلوقتي الطفل في العربية آيباد، موبايل، يوتيوب، لعبة، سماعة، وبرضه زهقان. طب ايه؟ هل احنا بقينا أغبى؟ لا، وده الجزء اللي بيطمن شوية. الأبحاث مش بتقول إن البشر بقوا أغبى، لكن بتقول إن انتباهنا بقى متقسم على حاجات أكتر بكتير. المخ نفسه تقريبا زي ما هو، بس البيئة اللي حواليه اتغيرت بشكل جنوني. يعني المشكلة مش إن العربية بقت وحشة، المشكلة إنك سايق العربية وسط 700 إعلان و200 إشعار و50 واحد بيقولك لازم تشوف الريل ده حالا، أو الحق شاهد قبل الحذف. حتى الأمهات اتغيروا. زمان أمك كانت تنزل البلكونة تصوت باسمك مرة واحدة والحي كله يعرف إنك مطلوب ترجع، لكن دلوقتي 27 رسالة واتساب، 3 مسد كول، ولو ما ردتش في دقيقتين يبقى غالبا الواد اتخطف. طيب تعالى نعمل تجربة صغيرة كده، حاجة بسيطة خالص ما فيهاش أي جنون. جرب تقعد 10 دقايق من غير موبايل، بس كده 10 دقايق. هتكتشف حاجة مرعبة،
إن مخك بقى يتصرف زي طفل اتسحب منه الآيس كريم مثلا. يمكن المشكلة مش إننا بقينا أضعف، يمكن المشكلة إننا بقينا محاصرين. كل شركة عايزة دقيقة من وقتك، كل تطبيق عايز ثانية من انتباهك، كل إشعار بيقولك بص هنا، شوف دي، الحق قبل الحذف. وفي وسط الزحمة دي بقينا ننسى نبص جوانا، ونسينا إزاي نستمتع باللحظة الحلوة. زمان كنا بنشتكي من الملل، دلوقتي بقينا بنفتقده، لأن الملل كان اللحظة اللي المخ بيرتاح فيها، وكانت اللحظة اللي بنفكر فيها بجد. والفكرة الغريبة إن أجمل ذكريات حياتنا غالبا اتولدت في لحظات ما كانش فيها أي شاشات أو إشعار أو لايك، كان فيها بس إحنا، كان فيها ريحة البحر وصوت الشبابيك بالليل وأغاني حميد الشاعري جاية من بعيد وصيف طويل ما كناش مستعجلين إنه يخلص. لو عجبتك الحلقة دي اعمل لايك وشير، وما تنساش تشترك عشان اللي جاي أكيد أحلى وأعمق بكتير.